السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده وفي احسن الاحوال. اليوم غادي نشارك معكم خمرة معمرين كيجيو زوينين بزاف وبنان، ونتمنى تشوفوا هذا الفيديو هذا من الاول حتى الاخير، وما تنساونيش من لي لايك ومن البارطاج. ندوزو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه درت المقله فوق النار، درت شويه ديال الزيت البلديه، ضفت واحد البصله كبيره مشلضه، كنبقى نحركها هكا مره حتى كتهبط لي داك البصله شويه. من بعد ما هبطت البصله كنزيد عليها خيزو محكوك، كنزيد القرعه الخضراء، وكنحرك خيزو او الجزر مع القرعه مع البصله حتى كتهبط لينا شويه. من بعد ما هبطت لينا داك الخضره القرعه مع خيزو مع البصله، دابا غادا نضيف واحد الكميه ديال الكفته، والكفته كتبقى اختياريه يعني ماشي بالضروره، يعني تقدروا ديروا هاد المخمرات هادو غير بالخضره كيجيو زوينين بزاف. كنحاول ندخل داك الكفته مع الخضره. ودابا غادا نضيف التوابل، عندي فلفله حمراء، شويه ديال البزار، شويه ديال السكينجبير، الملح والكمون. غادا نحرك كلشي مزيان. ودابا غادا نزيد قزبر معدنوس، ودابا زدت شويه ديال الزيتون مقطع. غادا نحرك كلشي مزيان. دابا زدت شويه ديال السودانيه كتبقى اختياريه. دابا الخضره هي وجدات، دابا غادا نطفي عليها ونخليها تبرد وندوزو للعجين. عندي زلافه من الدقيق الابيض، زلافه ديال الفينو، معلقه كبيره ديال الملح، معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال نيدو او الحليب بودره، وعندي الماء دافي. نبداو على بركه الله. اول حاجه كندير الدقيق في الاناء، وزدت واحد المعلقه كبيره ديال زيت المائده، نسيت ما ذكرتهاش في الاول. دابا غادا ندير الماء دافي وغادا نحاول نعجن داك العجينه. انا درت نفس الكميه ديال الدقيق والفينو.
والعجينه ما تكونش خفيفه بزاف وما تكونش ثقيله، يعني تكون بين وبين. دابا غادي ندلك هذاك العجينه مزيان. ومن بعد ما دلكت العجينه مزيان كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا، دابا غادي نديرها في الاناء وغادا نغطيها ونخليها ترتاح، وغادا نرجع معكم ان شاء الله. من بعد ما ارتاحت العجينه دابا غادا نديرها فوق سطح العمل. ودابا غادا ندير كريسات صغار. انا درت الحجم صغير شويه، تقدروا ديروهم كبار كيبقى لكم الاختيار. نتوما كديروا الحجم اللي بغيتو، تبغيوهم كبار او صغار. ودابا ما غاداش نخليهم يخمروا، يعني غادي يرتاحوا غير داك شويه بيد ما نسالي انا الكميه اللي عندي. من بعد ما ساليت الكميه اللي عندي دابا غادا نبدا باول وحده. غادا ندق عليها شويه وغادا ندق على الجنيبات باش ما يجيوناش غلاظ. دابا غادا ندير الحشوه. دابا غادا نجمع داك الاطراف باش الحشوه ما تخرجش لينا. ونقاد هذاك المخمره باش ما تجيناش عوجه، تجينا مقاده. وكنعتذر مشى ليا المقطع فاش كنت كنطيب مخمرات في المقله. من بعد ما ساليت الكميه اللي عندي كنبدا باول وحده
كندق عليها شويه، والمقله كندهنها غير بشويه ديال الزيت وكنطيبها. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. خليتكم على خير.